السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد. الفيديو النهارده عن موضوع مهم جدا جدا كلكم مستنيينه. طبعا الفيديو عن المنحه التركيه. المنحه التركيه هي منحه من اميز وافضل المنح في العالم. في الفيديو ده انا مش هقول لك معلومات تلقائيه او روتينيه جدا عن المنحه التركيه. انا هقول لك عن حاجات تفصيليه هتفيدك في القبول في المنحه التركيه. عشان كده اتفرج على الفيديو للاخر واشترك في القناه وحط لايك للفيديو، وكمان اكتبوا لي في التعليقات ارائكم في الفيديوهات اللي انا بقدمها والحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها من تركيا في الفتره الجايه. انا لاحظت طبعا ان انتوا ممكن تكونوا مليتوا من البيت والتصوير في البيت، فقلت اخرج بره اصور لكم من الشارع بره النهارده. فنخش في الفيديو بتاعنا النهارده. ايه المنحه التركيه؟ انا كنت السنه اللي فاتت عملت فيديو عن المنحه التركيه قبل ما المنحه التركيه تقفل ب5 ايام، وشرحت فيه حاجات تفصيليه مهمه جدا جدا بعيد عن المعلومات بتاعه المنحه، عن المنحه نفسها للطلاب اللي هيقدموا او لسه ما قدموش اصلا، الخطوات اللي هتخليهم يتقبلوا في المنحه. في الفيديو ده برضو نفس الكلام هقوله تاني برضو عن الحاجات اللي هتخليك تتقبل في المنحه، وبرضو هقول لك المعلومات بتاعه المنحه التركيه والشروط والحاجات دي كلها. نبدا اول حاجه بالشروط والمعلومات والحاجات التلقائيه بتاعه المنحه التركيه، بعدين هقول لك عن الحاجات اللي هتخليك تتقبل او ليه تتقبل في المنحه او تركز ازاي في القبول في المنحه. طيب اول حاجه احنا عندنا المعلومات بتاعه المنحه. اولا اللي يقدر يقدم على المنحة التركية هم الطلاب خارج تركيا. أي طالب داخل تركيا ومقيد في الجامعات التركية لا يحق له التقديم على المنحة التركية إطلاقا. طيب الطلاب اللي هم خارج تركيا، طلاب البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، يحق ليهم التقديم على المنحة التركية. يعني الطالب اللي هو في ثانوية وعايز يقدم على المنحة يقدر يقدم، الطالب اللي في مرحلة ماجستير وعايز يقدم على المنحة يقدر يقدم، الطالب اللي عايز يدرس دكتوراه وعايز يقدم على المنحة يقدر يقدم. طيب انا لسه في الثانويه دلوقتي وعايز اقدم على المنحه، هقدر اقدم ازاي؟ لو انت لسه في ثانويه دلوقتي تقدر تقدم بشهاده تانية ثانوي عادي جدا، وكذلك لو انت في مرحله الماجستير تقدر تقدم بالشهاده اللي قبل كده، وكذلك لو انت برضه في مرحله بكالوريوس سنه رابعه وحابب تقدم على ماجستير فتقدر تقدم بشهاده ثالثه بدون اي مشاكل اطلاقا. طبعا لطلاب البكالوريوس يقدروا يقدموا لو مجموعهم، يعني الطلاب اللي هم في ثانويه وحابين يدرسوا بكالوريوس هنا في تركيا، لو مجموعهم في الثانويه لا يقل عن 70%. وشرط السن برضو لا يزيد السن بتاع طلاب اللي عايزين يدرسوا بكالوريوس عن 20 سنة. ده لطلاب البكالوريوس. طلاب الماجستير لا يقل المجموع بتاعهم عن 75%، وكذلك طلاب الدكتوراه. طلاب الماجستير لا يزيد العمر عن 30 سنة، طلاب الدكتوراه لا يزيد العمر عن 35 سنة. يعني لو انت عمرك 20 سنة أو 21 سنة أو 22 سنة وحابب تقدم على بكالوريوس ما تتعبش نفسك وما تقدمش لأنك مش هتتقبل. طيب المنحة بتفتح إمتى؟ المنحة بتفتح طبعا 10 يناير وبتقفل 20 فبراير، أحيانا بتأجل القفل بتاعها 15 15 يوم كده، لكن ما تستناش لحد ما تقفل المنحة. طيب المنحة إيه الأوراق المطلوبة ليها؟ اول حاجه احنا عندنا طبعا شهاده الثانويه لو انت طالب بكالوريوس، الباسبور او البطاقه اللي هي صوره الهويه بتاعتك بتاعت البلد اللي انت فيها، وعندنا كمان خطاب النيه. خطاب النيه هقول لك معلومه مهمه جدا عن خطاب النيه. اهم 3 اسئله لخطاب النيه وهو انت ليه هتدرس في تركيا؟ لازم توضح في خطاب النيه. خطاب النيه بتكون في حدود من لا يقل عن لا يزيد عن 3000 حرف، فتاخد بالك كويس جدا انتوا بتكتب خطاب النيه برضو. واهم زي ما انا بقول لك اهو، اهم 3 حاجات لازم تاخد بالك منهم كويس جدا انت تجاوب عليهم في خطاب النيه، هو انت ليه اخترت الدراسه في تركيا، ليه اخترت التخصص اللي انت بتقدم عليه، بعد التخرج من المنحه هنا في تركيا خطتك هتبقى عامله ازاي. دول اهم 3 اسئله خد بالك منهم، اي حاجات تفصيليه كده بقول لك عليها عشان ايه؟ تزود من القبول بتاعك. ده عن خطاب النية. خطابات التوصية لو انت عندك اي خطابات توصية، او تخلي حتى المدرسين عندك او الدكاترة او اي حد يعمل لك خطابات توصية. وعندنا برضو شهادات تقدير لو انت واخد اي شهادة في اي حاجة او حتى شهادات اعمال تطوعية برضو ضيفها معاك في الملف. وصورة شخصية، دي اهم الاوراق طبعا المطلوبة في المنحة. ولو اي اوراق زيادة عندك ممكن تزيد في القبول بتاعك برضو قدمها، زي شهادات لغة مثلا، مفيش اشتراط لاي شهادة لغة خد بالك كويس جدا، لكن لو معاك قدمها بدون اي مشاكل اطلاقا، هتزيد من نسبه القبول بتاعتك. نفس الاوراق دي برضو هي نفسها بتطبق على طلاب البكالوريوس على طلاب الماجستير والدكتوراه. مفيش اي حاجه بتزيد عليهم خالص، شهاده التخرج بتاعتك، بيان الدرجات بتاعك، والحاجات دي كلها. نفس الاوراق بتاعت
البكالوريوس. طيب دي الاوراق المطلوبه، وكمان شرط السن، وكمان شرط المجموع. طيب وكمان الموعد بتاع المنحه بتفتح وتقفل امتى. المعلومات التانية عن المنحه، انا دلوقتي هقدم على المنحه، ايه الحاجات اللي لازم اخد بالي منها؟ اول حاجه لازم تاخد بالك منها انك ما تضيعش الوقت وتقدم بسرعه، يعني ما تستناش لحد ما المنحه تقفل او تتاخر او الحاجات دي كلها. وعشان كده انا بدات من وقت نشر الفيديو ده استلام طلبات الطلاب للتقديم على المنحة التركية. ليه بدأت الاستلام بدري شوية؟ عشان نجهز الملفات مع بعض، عشان لو في أي أوراق ناقصة أو أي حاجات نقدر نكملها ونقدم على طول وقت ما المنحة تفتح، ما نأخرش نفسينا. فعشان كده أنا بدأت من دلوقتي استلام الطلبات بتاعة التقديم على المنحة. تقدروا تبعتوا لي على رقم الواتساب اللي هيظهر معاكم على الشاشة هنا، ولو في اي استفسارات او اي اسئله عندكم تقدروا تسالوني برضو على رقم الواتساب وانا هجاوبكم ان شاء الله، ونبدا على طول مع بعض التقديم على المنحه ونبدا الرحله مع بعض باذن الله. طيب لازم تاخدوا بالكم كده من وقت التقديم. ثانيا لازم تاخدوا بالكم كمان من الحاجه اللي انتوا هتقدموا عليها. يعني لو انت مجموعك مثلا قليل، طبعا عندنا تخصصات طبيه بتشترط 90% مجموع، فانت لو مجموعك اقل من 90% ما تروحش تقدم على تخصصات طبيه لانك في كل الاحوال هتترفض. فقدم على تخصص يقبلك. ليه تخصص يقبلك؟ لان مميزات المنحه التركيه كتير جدا جدا. بتدفع لك تذاكر طيران، بتدفع لك تاشيره، بتدفع لك مصاريف الدراسه بتاعتك، وكمان بتدفع لك مصاريف الاقامه هنا في تركيا، سكن واكل وشرب والحاجات دي كلها، وكمان بتدفع لك راتب شهري ما يعادل 3500 ليرة تركية لطلاب البكالوريوس. فعشان كده خد بالك كويس جدا من المعلومات دي، وحاول ان انت تشتغل على ان انت تتقبل عشان تستفيد من الحاجات دي، مش عشان انت تدرس تخصص احلامك. على فكرة الدراسة لو انت عايز تدرس تخصص احلامك مثلا ممكن تدرسه بعد التخرج من هنا، او ممكن تدرسه حتى في اي وقت تاني، مفيش اي مشكلة خالص على فكرة. ومفيش حاجة اسمها تخصص احلامك. يعني انا احيانا بيضايقني اللي يجي يقول لي مثلا ايه، انا عايز ادرس برمجه او عايز ادرس حاسبات لان انا شايفها هي المستقبل، او انا شايفها هي ما اعرفش اللي فيها الفلوس او الحاجه. ما فيش حاجه فيها الفلوس، ما فيش حاجه فيها المستقبل. المستقبل بيد الله عز وجل. واحنا اصلا الايام كل ما بتتقدم بينا في حاجات كتير جدا جدا بتظهر قدامنا، والوضع بيتغير والواقع بيتغير. زمان كان الحلم بتاع الناس كلها انها تدرس طب لان الطب هو المستقبل وما اعرفش كذا وكذا. دلوقتي لا، في حاجات تانية جديده بتظهر. في ناس كتير جدا ما دخلتش طب ولا دخلت برمجه ولا دخلت الحاجات دي كلها وعملت برضه فلوس وعملت مستقبل كويس جدا جدا. فانت ما تحطش فكرك ودماغك وتحصرها في حته معينه فقط، يا هي يا بلاش. لا، انت خلي عندك فكرك واسع، تقدر تتعلم اكتر من حاجه وتقدر تستفيد من كل حاجه. يعني لو انت شايف ان مجموعك لا يقبل التخصص اللي انت عايزه ونفسك فيه، ما تقدمش عليه لانك هتخسر المنحه. فانت قدم على تخصص يقبلك في المنحه التركيه. فاهم الفكره ازاي؟ فخد بالك من النقطه دي برضو كويس جدا جدا جدا. حلو خالص. طيب كده دي معلومات مهمة جدا عن المنحة التركية. اللي عاوز معلومات أكتر وعايز تفاصيل أكتر وأدق وعايز حاجات يعني ممكن إن هي تساعده في القبول بنسبة كبيرة جدا في المنحة التركية، وثغرات كده في التقديم والحاجات دي كلها، يقدر يكلمني على الواتساب ونشوف مع بعض الملف ونشوف مع بعض التقديم ونشوف مع بعض كل حاجه. وفي حاجات كتير جدا جدا انا ذكرتها في برضه في الفيديو بتاعي السنه اللي فاتت، تقدروا تشوفوه من الاي اللي هتظهر هنا او هنا ما اعرفش، او هسيب لكم اللينك اصلا في وصف الفيديو. شوفوا الفيديو ده برضه واتفرجوا عليه، وباذن الله هيكون مفيد ليكم برضه. طبعا زي ما انا قلت لكم كده المنحه بتديك راتب شهري كبير جدا. غالبا مش متذكر، طلاب الماجستير كانوا 5000 ليره، وطلاب الدكتوراه كانوا 6000 ليره، وطلاب الابحاث 12000 ليره. فتخيل يعني مبالغ حلوه، مبالغ مش وحشه خالص، وكمان بجانب السكن والاكل والشرب وحاجات كتير جدا. فلا، مميزات كتير جدا ما تضيعهاش. لو انت برضو مش هتقدم على المنحه وفي بالك ان انت حابب تقدم على حسابك الخاص في تركيا، ما انصحكش بحاجه زي كده اطلاقا. ما تضيعش فرصه زي دي. قدم على المنحه، اتقبلت في المنحه خلاص تعالى بالمنحه، ما اتقبلتش في المنحه قدم على حسابك الخاص بدون اي مشاكل اطلاقا. طبعا بالنسبه للتقديم على المنحه عن طريقي، فالبرامج اللي عندي للتقديم على المنحه، عندي اول برنامج لو انت حابب ان انا اساعدك في التقديم فقط، يعني انت اللي هتقدم بنفسك وانا هساعدك في التقديم. لو عندك اي حاجه وقفت مثلا فبتصورها لي وتبعتها لي وانا اشرحها لك، مفيش اي مشكله، ده مجانا تماما بالكامل. اي حد عنده اي استفسار برضو في اي حاجه تانية يقدر يبعت لي برضو مجانا بالكامل، انا اقدر اساعده في اي حاجه في تركيا هنا باذن الله، مفيش اي مشاكل اطلاقا. البرنامج التاني عندي وهو لو انت الورق بتاعك ناقص وانا هكمله لك، فليها سعر معين.
طبعا الاسعار عندي في كل البرامج بتاعه المنحه لا تتخطى وجبه كبسه بلبن. يعني الاسعار حلوه خالص، ما تقلقوش وما تصدقوش اي حد يقول لك انا هقدم لك على المنحه باكتر من الاسعار دي. اللي كلمني وانا هقول لك على الاسعار الحقيقيه كلها. فما تصدقش اي حد يقول لك انا هقدم لك على المنحه مثلا ب 100 دولار ولا ب 70 دولار ولا مثلا 150 دولار والكلام ده كله، لان التقديم على المنحه ما يستاهلش وما يستحقش اصلا المبالغ دي كلها. هو التقديم مجانا وانت بتجرب في حاجه انت ممكن تتقبل او ما تتقبلش. عشان كده انا الاسعار بتاعت التقديم اصلا قليله جدا، لان انا شايف ان الطالب هو جاي، انا مش ضامن له القبول بتاعها. فما تصدقش المكاتب اللي هي بتديك اسعار كأن المكاتب دي ضامنه لك القبول. لا، مفيش حد ضامن لك القبول، والقبول ده انت ونصيبك، يعني انت وربنا كاتبه لك. فعشان كده ما تصدقش اي حد يقول لك الاسعار الخرافيه بتاعت التقديم على المنحه التركيه. ولو انت عايزني اصلا اساعدك مجانا خالص وانت هتقدم بنفسك، مفيش اي مشكله، كلمني برضو ونقدم مع بعض باذن الله. وده كان الفيديو بتاع المنحه التركيه. طبعا خليكم متابعين القناه وخليكم مشتركين في القناه وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك للفيديو واكتبوا لي في التعليقات ارائكم في الفيديوهات والحاجات اللي انا بقدمها، عشان في فيديوهات كويسه وحلوه ومميزه ومن مدن مختلفه هنا في تركيا ومع طلاب كمان تانيين نازله الفتره الجايه. فخليكم متابعين على طول ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.